السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ فيديو اليوم هيكون الجزء السابع من ملخص حكاية طاي. في البداية شكرا لكل واحد اشترك في القناة، وصلنا ل 1000 مشترك بسببكم وبسبب دعمكم. اتمنى اكون عند توقعاتكم دايما وانزل محتوى يليق بيكم. طالبكم ان نوصل الفيديو ده ل 200 لايك، ووعد مني اول ما يوصل في جزء جديد طويل هينزل من الحكاية. القناة في بدايتها ومحتاج دعمكم جدا. يلا نخش في الملخص. نشوف طاي وسحلية ماسكين في بعض وهاتك يا دعك، والسحلية بتهجم على طاي لكنه بيتفادى وبيهجم هو وبيخلص عليها، والنظام بيقول له انه قضى على زعيم السحالي من المستوى 55. ونشوف طاي قتل كم مهول من السحالي في البوابة، وزعيم النقابة بيقول له انت اتصبت اليوم 3 مرات. طاي يقول له عادي، ممكن اعتني باصاباتي اني اشرب دواء او حاجة. يقول له زعيم نقابة السلام لا مش عادي، دي البوابة اللي انت صفتها من يومين وما اتصبتش اصابة واحدة، وده ملهوش غير معنى واحد. ونشوف طاي بعد ما يكون قتل زعيم السحالي تاني وشكله اليوم اللي بعده، ويكون طاي مصاب ومتعب، يتنهد الزعيم ويقول ده مش نافع، ارجع للبيت وهتصل بيك بعدين. ويكون طيب في الطريق للمنزل ويقول لنفسه هو في ايه، النظام لسه شغال عادي لكني مش مركز. ويفتكر اخته وهي بتساله بعد ما صحته من النوم وبتقول له انت كنت بتقول وانت نايم جين واي كيونج، هو مين ده؟ ويكون مصدوم طاي ويقول من ساعه اليوم ده وكل حاجه في النازل، وعمال احلم بكوابيس، ومهما عملت تنقيه للتشي لكن ما بوصلش لحاله التركيز، وليه دايما واي كيونج على بالي. يخش بيته ويلاقي صاحبه جين وو ماسك مفك واقف قدام الكبسوله وشكله هيخرب حاجه كده. يبص جين وو لطاي ويقول له انت ايه اللي جابك بدري، ويكون مخضوض. يقفز طاي ويهجم عليه برجله ويسقطه ويقول له بتعمل ايه يا غبي في الكبسوله، انت مجنون؟ يقول له انا لسه ما عملتش، انا جاي زيك دلوقتي. طيب يقول له انا قلت لك ما تخشش اوضتي تاني، اطلع من هنا، ولو لمست الكبسوله تاني انا هقتلك. يقول له يا عم انا ما كنتش هعمل حاجه، بس قول لي مين جين واي كيونج ده اللي انت بتقول اسمه وانت نايم، انت من اياهم ياض؟ وات انت مش مظبوط ما يا بتردش عليا ليه؟ فجأة بقى معاك فلوس والدنيا زهزهت معاك على الآخر، أنا شاكك فيك. يتعصب جدا طي ويزعق فيه ويطرده، ونشوف بطلنا بيحلم بكابوس، ويكون الكابوس ده قتال عائلة جين مع طائفة سيف جبل هنج. ويشوف واي كيونج وخلفه العجوز زعيم الشيوخ وبيبتسم ابتسامة خبيثة، ويصحى طي مفزوع وشكله هو ده الكابوس اللي بيجيله كل يوم من ساعة ما رجع الحياة الواقعية. وبيقول انا مش مهتم خلاص، حتى لو عالم اللعبة ده حقيقي انا هعمل ايه؟ ده في 2000 مقاتل بيحاربوا بعض، وهيكون فيهم اشخاص اقوى من جو بيل. عاوزني اموت وانا بقتل الناس دي؟ انا بقالي هنا 30 يوم في العالم ده، ودي الحياه اللي لازم اعيشها. وبعدين يتحول من العصبيه للاحباط ويقول بهدوء ودلوقتي مفيش حاجه جين واي كيونج يقدر يعملها. هيوك هيوصل الرساله بخصوص خيانه زعيم الشيوخ وخلاص. وبعدين تفضل تيجي في دماغه ذكرياته مع كتيبته واخوه ويحس انهم وحشوه. وهنا تجيله مكالمه من زعيم النقابه يكون بيستدعيه، ونشوف الزعيم والخادم بتاعه كان وكله زعيم النقابه انه يبحث في ماضي طاي، ويقول له الخادم ما لقيتش حاجه سجله نضيف تماما. لكن الزعيم يقول له طب ايه هي احتماليه ان صياد من مستوى سي قادر يصفي بوابه من مستوى سي لوحده؟ يقول له خادم ما اعتقدش ان ده ممكن، لازم يكون من مستوى بي او اعلى. يقول له الزعيم وطاي قدر يعملها، خلص 5 بوابات من المستوى دي و15 من مستوى سي لوحده تماما بدون ما اتدخل. يقول الخادم انا ممكن ادور تاني في موضوعه. يقول له الزعيم لا مفيش حاجه هتبان، انا هكمل مراقبه افعاله. يقول له خادم انت عاوز تجنده في النقابه؟ الزعيم يقول له طبعا، لكن اول ما يكون مشبوه ساعتها هبحث في ماضيه، لكن لو ما حصلش خليه احد اتباعي ايا كان الوقت اللي هياخده عشان ده يحصل. وهنا يخش طاي ونشوف الزعيم اداله عرض قوي جدا عشان يجنده، فلوس وعربيات ومنزل. ويكون طاي مندهش جدا. يقول له الزعيم ها مشاكلك خلصت وينفع تمضي العقد؟ يقول له طاي اعتقد ويمضي العقد. يقول لو وقعت هعيش حياتي في سلام وهنسى عالم اللعبه وهودعه. ويكون خلاص بيمضي اخر صفحه ولكن القلم ينكسر، ويقول وديني بودع القلم كمان، والعقد يبوظ خالص. يقول له الزعيم يا سيد طاي انت متاكد ان مشاكلك فعلا خلصت؟ يقول له طاي لا. يقول له الزعيم طب لو اقدر اساعدك قول لي. يقول له طاي شكرا لكن ده شيء لازم احله بنفسي. يقول الزعيم وهو محبط انا ما كنتش متخيل ان توقيع عقد هيكون بالصعوبه دي، انا اترفضت 3 مرات، امتى هنعمل الاجتماع الرابع؟ ويكون بيضحك على نفسه. طيب يقول له غدا هنا في نفس الميعاد. يتصدم الزعيم ويقول له غدا يوم واحد بس، انا ما بحبش لما الناس بتستهزأ بكلامي. يقول له طيب انا ما بستهزأش. ويقول لنفسه انت ما تعرفش اليوم ده يبقى قد ايه في عالم اللعبه. ويودعه طيب ويقوم يمشي، لكنه وهو ماشي يقول في احتمال انك لازم تعلي العقد غدا. ونعود لعالم اللعبه بعد مده طويله قوي من العالم الحقيقي، وانا زهقت منه بصراحه، مش ممتع زي عالم اللعبه. وعارفين ايه الممتع كمان اللي هي اكتر من عالم اللعبه؟ انك تعمل لايك وتشترك في القناه وتكتب لي تعليق. نرجع للقصه ونشوف كتيبه طاي وهي متجهه لواي كيونج، وهيوك شايل طاي على كتفه وبيكونوا متعبين جدا. وتبقى اصابه هيوك بسبب هجوم جو بيل اللي بدات تتفتح تاني. ويقول انا لو كنت اعرف ان ده هيحصل ما كنتش هسيب المستشفى. ويكون هيفقد وعيه من التعب والاصابه. ويقول انه لازم يبلغ واي كيونج عن الخيانه لكن جسده لا يمكنه المواصله. ويكون فعلا هيبدا يستسلم. ويقول قائدنا فقد وعيه، وزملائي ما بيعرضوش عليا حتى المساعده في حمل القائد. ويقف ويقول في نفسه اللعنه انا استسلم. وهنا طي فوق تاني ويقول لهيوك اهلا يا عزيزي وهو يبتسم. ويتنقل بينا المشهد ونشوف القتال اللي حاصل ما بين عائله جين وطائفه سيف جبل هنج، والمقاتلين بيقعوا من الجانبين، والقتال شكله دموي وعنيف وجثث الضحايا في كل مكان. وزعيم الشيوخ يكون بيشاهد القتال وبيقول لنفسه هو ده وادي السماء الثامن. حصلت هنا حرب الفصائل العظيمه من مده طويله، كم عدد الذين ماتوا من فنانين الدفاع عن النفس من اجل حصولهم على لقب البطل الاسطوري. ويكمل انا كمان كنت عاوز اللقب ده، لكن ايه فايدته لو كنت ميت؟
ويقول هنا لواي كيونج ايه افكارك عن الوضع الحالي؟ يقول له واي كيونج ان القتال في ناحيتنا وانهم متفوقين، لكن يكون حزين على المقاتلين اللي بيموتوا من جيش عائله جين. يحاول هنا زعيم الشيوخ انه يخلي واي كيونج يشارك في القتال، ويقول له انه واجب مهم كقائد جيش انك تعرف امتى تنضم للقتال، وطول ما القتال مستمر هيبدا الاعداء يكونوا اقوى واعنف، وفكر كويس قبل ما تتصرف. يقول له واي كيونج ما تقلقش، انا عارف ده، احنا لازم نحافظ على قوتنا لحد ما القوه الاساسيه لسيف جبل هنج توصل، لكن من المؤسف اننا مش قادرين نستفاد من موقفنا. ويبقى زعلان جدا على الناس اللي بتموت، واضح انهم مهمين عنده. يقول زعيم الشيوخ لنفسه وهو بيبص له انه مش بس عنده كم هائل من الفنون القتاليه، لا ده كمان محبوب جدا من العائله والناس، وانه شاب تفكيره حاد وحاسم. ويقول جين واي كيونج هو شخص يمكنه قياده العائله بشكل جيد، لكن للاسف. ونرجع تاني لطاي وهيوك والكتيبه، وبيقولوا اخيرا صحيت، حصل لك ايه؟ يقول لهم طاي عدت مده، ازيكم؟ يكونوا مصدومين من رده فعله، ويقولوا انت دماغك كويسه يا زعيم؟ يقول لهم كفايه سلامات، عدى وقت قد ايه؟ يقول له هيوك وهو بيسقط من التعب حوالي ساعتين. طاي يقول لنفسه ساعه ونص عشان اكون دقيق، وان كده الحسبه مظبوطه، ان الساعه بتساوي 10 ايام سواء في العالم ده او العالم الحقيقي. وطاي يسالهم طب انا كنت بتنفس؟ يقولوا ايه يا عم الاسئله دي؟ يقول لهم ما عنديش وقت، جاوبوني. يقول له هيوك ما اكيد، امال فضلت عايش ازاي؟ يقول طاي لنفسه انا لما بخش عالم جسدي في العالم التاني بيغمى عليه تماما، انا كان ممكن يحصل لي ايه لو اتنقلت قبل ما اقتل الاوغاد الخاينين من حمايه بوابه شانشي الثالثه؟ يسالهم طاي عن حاله القوه الاساسيه. يقول له جندي انهم لسه في الطريق وقدامهم بضع ساعات. يقول طاي فاضل حوالي ساعتين، لكن واحد منهم يقطعه ويقول له يا قائد واضح اننا لازم نستعد للاسوأ. يقول طاي لنفسه الاسوأ لو كل حاجه مشيت زي ما قال كواك جون، واي كيونج هيموت وزعيم الشيوخ هيكون مكانه، لكنهم خطتهم دي فيها عيب واحد، والعيب ده هو انا، حقيقه اني نجوت. يقول لهم طاي لسه ما فاتش الاوان، مفيش داعي نستعد للاسوأ، انا هعمل كل حاجه عشان اتاكد ان ده ما يحصلش. يبقى الجنود معجبين بشجاعه طاي جدا، ويقول طاي لهيوك في اللحظه الرومانسيه دي انجز وقوم عشان نلحق. يقول له هيوك بس انا مش قادر يا زعيم. يغضب طاي ويقول له ها هل لازم اضربك؟ يوم هيوك يا عيني غصب عنه، وطاي يقول لهم احنا لازم نجري بدل المشي عشان يلحقوا يوصلوا، وفعلا يجروا بسبب امر طاي. ونشوف هنا القتال ما بين الجهتين، وجيش عائله جين عمال يتقدم وبيخلص على المرتزقه اللي جايبهم طائفه سيف جبل هنج، ويبداوا يخافوا ويكونوا هيبداوا يتراجعوا، لكن هنا يوصل زعيم الطائفه ويقطع دماغ احد قادتهم اللي طلب منهم الهروب، ويقول لهم عودوا للقتال لو مش عاوزين تموتوا على ايدي انا، ويكون متعصب منهم جدا انهم مش مقاتلين بجد وانهم بدون فائده، ويتقدم هو وجيشه وتكون خطواته بتحطم الارض من تحته، ويكون شكلهم قوي جدا، وبيقول له زعيم الطائفه بيقود الطليعه اقتلوا كل الاوغاد من عائله جين. وواضح ان القتال هيولع، وهنشوف اصطدام زعماء العيلتين، وهنا يبدا التفوق يمين ناحيه جيش طائفه جبل هنج بسبب فنانين الدفاع عن النفس اللي وصلوا مع الزعيم، ويقول لهم مش عاوز اشوف اي رحمه، اقضوا عليهم جميعا. وهنا واي كيونج يقول جت لحظه تدخلي، ويقول له زعيم الشيوخ فعلا قد حان الوقت وانا هتولى قتال زعيمهم. واي كيونج يقول له افعل ما تشاء، ويبقى واي كيونج شايف ان تشيون بايك زعيم الطائفه شخص قوي ومميز، وانه كان عاوز يتكلم معاه، ويقول واي كيونج لمساعده يلا بينا احنا هنهتم بالباقي، وبيبقى بيستخدم سيف والده اللي سافر من مده ومحدش يعرف مكانه. ويقول اخي التاني المفروض يكون على علم بالوضع الحالي، هو ما جاش ليه هو كمان، لكن انا اللي لازم احمي العائله، لازم افوز في القتال ده. ويحمس جنوده ويقول لهم ما تسيبوش واحد منهم على قيد الحياه. ونشوف بايك زعيم الطائفه وهو بيقتل في جنود عائله جين، ويلاحظ واي كيونج في ارض المعركه ويقول انا هتاكد اني هقتلك بايديا دي، ويكون بيشتعل غضبا. لكن هنا فجاه يجي خلفه زعيم الشيوخ ويقول واو تشي السيف. ينصدم بايك انه ما سمعهوش ولا حس بيه، ويحاول يهجم على زعيم الشيوخ بسرعه لكنه يتفاداها في ثانيه، ويبقى لقب زعيم الشيوخ نصل الوهم، ويستعد بايك للقتال وسيفه يبقى مليء بالتشي، والزعيم كمان يستعد وسيفه يكون محاط بالتشي، ويقول له انا هسيب لك الهجوم الاول. يهجم بايك لكن يتصدى زعيم الشيوخ، وفجاه يلف من خلفه ويهاجمه، لكن بايك يتصدى الهجوم في اخر لحظه، وينهال عليه زعيم الشيوخ بوابل من الهجمات، وبايك بيتصدى بالعافيه بل وبيتراجع للخلف كمان، ويكون من قوه الاثنين كل اللي حواليهم بتصيبهم اصابات من هجماتهم، وبيجروا ويقولوا هو ده القتال ما بين ساده فنون القتال. وزعيم الشيوخ يقدر يسيب بايك في ايده الاساسيه في استخدام السيف، لكنه ينقل السيف في الايد الثانيه عشان يتصدى لهجوم الزعيم الشيوخ القوي، لكن من قوه الهجوم ايده الثانيه تنكسر ويصرخ من الالم. وهنا يكمل زعيم الشيوخ عليه بهجمات من سيفه ويصيبه اصابات مميته، وينزف بايك من فمه، وواضح ان خلاص نهايته جت. يكون الكل مصدوم، وبايك واقع امام قدم زعيم الشيوخ وما بقاش قادر يقاتل. يقول بايك لزعيم الشيوخ انت عاوز ايه؟ انا هديك حياتي بس سيب رجالتي يستسلموا في سلام، وانا هحرص انهم يغلقوا ابوابنا لمده 100 عام، لكن اسمح لطائفه سيف جبل هنج ان يقطعوا. هنا الزعيم الشيوخ ويقول له ارفض، كل اللي عاوزه ان نبيد طائفتك بالكامل، مش عاوز اشوف واحد منكم على قيد الحياه. يزعق في بايك ويقول له ليه؟ احنا عملنا لك ايه؟ يقول له زعيم الشيوخ توقف عن العابك الغبيه، لو كنتم انتوا اللي فزتوا في القتال كنتوا هتعملوا نفس الحاجه بالظبط، ولا هي حلال ليكم وحرام لينا؟ يقول له بايك بس عائله جين هي اللي بدات الموضوع كله، انتوا اللي قتلتوا ابني المسكين. يقول له زعيم الشيوخ ابنك يا عيني هو كان المحفز للحرب دي، لما تموت وتقابله من فضلك اساله عني عشان انا اللي قتلت ابنك. يكون مصدوم جدا بايك ويقول له تقصد ايه؟ لكن الزعيم ما يستناش ويكون نازل بالسيف على عنق بايك ويقول خلاص القتال هينتهي هنا. ولما يكون الكل منتشر بحاله الانتصار يجب ان يولى قتال جديد،
وقبل ما ينزل السيف على عنق بايك يتحدف سيف على زعيم الشيوخ لكن يصد ويقول مين اللي عمل كده. هنا يطلع طاي هو اللي حدف سلاحه من مكان بعيد وبالفعل وصل للمعركه ويقول لزعيم الشيوخ انا ايها الوغد، ويزعق باعلى صوته عشان يسمع كل المقاتلين من العائله واخوه زعيم الشيوخ لقد خان العائله. يكون مصدوم جدا زعيم الشيوخ وكل مقاتلين العائله بيقولوا هو بيقول ايه العبيط ده؟ مش ده السيد الشاب الثالث؟ هو عادل الشريط تاني؟ هي دي عاداته. ويبقى باقي رؤساء العائله كمان غضبانين من طاي وعاوزين يقتلوه عشان اهان زعيم الشيوخ، حتى المساعد يكون شايف ان طاي اتجنن، لكن واي كيونج يفكر في كلامه بعد ما يكون خلص على 2 من اقوى اساسيات الدفاع عن النفس من طائفه سيف جبل هنج ويقول زعيم الشيوخ خاننا، حتى لو طاي مش احكم شخص هنا لكنه مش هيسيب مهمته وحمايه خلفيه الجيش عشان يجي يقول الكلام ده. ويقول دلوقتي بعد ما فكرت كل حاجه ادت للقتال ده مش طبيعيه، من اول اغتيال سيو بالسم وبعدين الشائعات وظهور زعيم الشيوخ وتعاونه معانا، لكن هو عاوز ايه بالظبط؟ يقول واي كيونج لمساعده واي بينج اقتل الشيخ الاول. يبقى الكل مصدوم حتى المساعد، لكن واي كيونج يقول له استعمل كل ما لديك. ينطلق واي بينج كالسهم لكن فجاه الشيوخ اللي كانت عامله غلبانه تتصدى لهجمته القويه ويقول لهم واي بينج اذا كنتوا بتخفوا قوتكم الحقيقيه كل الوقت ده، ويهجم عليه الشيخ الاول ويحدفه بعيد بهجوم من ايده فقط ويتصدم بقيه اعضاء العائله من قوه الشيخ العجوز. يقول الشيخ الاول هو لسه بدري على اللي هيحصل لكن مش مشكله، ويبدا يطلع صاروخ ويكون هو علامه بدء الانقلاب. يقول القائد لمساعد اوقفه، يقول له الشيخ الاول لقد فات الاوان بالفعل، وفعلا تنطلق الاشاره ونشوف الخائنين من عائله جين بتقتل زملائهم في القتال ويقلعوا زيهم اللي كانوا لابسينه وبيكون تحته زي اسود شبه زي حماة البوابه الثالثه ويقولوا خلاص مش هنتخفى تاني. ويكون واي كيونج مصدوم وبتثبت مكانه من الصدمه واعضاء عائلته وجنوده بيتم قتلهم بكل وحشيه. ونشوف زعيم الشيوخ وهو بيقول الوقت مبكر قليلا لكن كل شيء يتطلب الوقت. يقول له بايك وهو بيتألم لقد كان انت، انا هعمل كل ما بوسعي عشان اقتلك. يقول له زعيم الشيوخ انت لسه عندك القوه المتبقيه لكده؟ يقول له بايك وهو جسده كله مصاب لو مش وانا عايش فهتاكد اني هعمل فيك كده في الحياه التانيه. يهجم عليه زعيم الشيوخ بصباعه ويفقده وعيه ويقول مش هينفع اقتلك دلوقتي، في حاجه لازم تعملها قبل ما تموت. هنا طي يكون بيجري ناحيه زعيم الشيوخ ومعاه كتيبته اللي هم 3 بس وبيقول له ايها الوغد شيل ايدك من عليه، ويسحب سلاح من الارض ويقول انا كنت بعيد وما شفتش ازاي هزم واي كيونج، ويكون معتقد كل ده ان اللي قدام الزعيم ده هو واي كيونج مش بايك. ويكمل لكني دلوقتي اصبحت اقوى بسبب العالم الحقيقي ومش هيتم هزيمتي بسهوله، وبيستعد للهجوم وبيقول انت ازاي كنت عاوز تاذي اخويا يا غبي، ويحدف سلاح على زعيم الشيوخ، لكن في لحظه وبتلويحه واحده من سيف زعيم الشيوخ يقسم الرمح نصفين من المنتصف تماما وسط دهشه طي وجنوده. يوقف هنا طي نفسه ويكون خايف يتقدم من قوه هاله زعيم الشيوخ. يفضل يقول جنود طي يا قائد ما تيجي نحلها ودي، وبعدين هل انت متاكد انه خائن فعلا؟ ويكونوا خايفين قوي يا عيني. يقول طي لنفسه احنا هنكون لا محاله، هل لازم نهرب؟ لا ما ينفعش، انا جيت تاني ليه؟ الاوان فات خلاص، في حاجه واحده لازم اعملها. يقول لجنوده استنوا هنا، يقولوا انت مجنون هتقتله لوحدك، لازم نيجي معاك، انت ممكن تحتاجنا وتستخدمنا كطعم عشان تحصل على فرصه للهجوم. يقول طي انا مش من خطط اننا نموت، خليكوا هادين، ويكون بيبتسم. يقف طي وزعيم الشيوخ امام بعض ويقول طي لو استفدت من طول رمحي اعتقد ممكن اني اهزمه، ويتقدم طي عشان يهجم على زعيم الشيوخ، والنظام يقول ان قوته زادت عشان بيقاتل لوحده، لكن الزعيم يتصدى لهجوم طاي ويقول له مش وحش بس هل تعتقد ان ده كفايه لقتلي؟ ويقسم سلاح طاي ويبدا يهجم عليه، لكن طاي يتفادى الهجمات ويلاقي سلاحه مكسور في ايده ويكون مصدوم، ويحدف المتبقي من السلاح على الزعيم الشيوخ عشان يشتت انتباهه، ويتجه لبايك زعيم طائفه سيف جبل هنج اللي هو معتقد ان اخوه، ويكون بيحاول يشيله عشان يهرب بيه. يلاحظوا زعيم الشيوخ ويهجم عليه، لكن طاي ينتشل بايك ويجي بقيه الجنود عائله جين عشان يحموه. يبقى هيوك هو اللي جابهم، ويبص طاي على وش بايك ويقول وهو مصدوم انت مين؟ يكون هيوك هو كمان مصدوم ويقول له ده بايك. يقول له طيب مين بايك ده؟ يقول له ده اسمه لي تشون بايك وحش الدم. طيب يقول له وحش الدم؟ يقول له هيوك يا عم ده زعيم طائفه سيف جبل هنج. يتخض طيب ويسيب بايك ويلزق في الحيطه من الخوف ويقول انا مش بس انقذت الشخص الغلط، ده كان ممكن يقتلني كمان، القتال ده بدأ هو عشان يقتلني انا اساسا. لكنه يهدى ويقول الحمد لله انه مش واي كيونج. يقول هيوك هو فين زعيم العائله؟ لكن في اللحظه دي نشوف زعيم الشيوخ وهو بيقتل جنود العائله، وطي يقول ده مش الوقت مناسب للقلق بشأن ده. نشوف زعيم الشيوخ وهو شكله مخيف جدا وقتل العديد من جنود العائله، ويقول لطاي انا ما شفتش واخد وقح اكتر منك، ونتنقل لواي كيونج ومساعده ونشوف واي بينج المساعد وهو بيهجم على الشيوخ لكنهم بيتصدوا لهجماته، وواحد فيهم بيحاول يبخته من الخلف لكن واي بينج بيتجنبها لكن بيقطع شعره، وبينضم له الزعيم واي كيونج لكن الشيخ الاول بيوقفه وبيستعد للقتال معاه، وفعلا يبدا القتال ما بينهم. ويقول واي كيونج لنفسه ازاي شخص عجوز زيه يكون قوي جدا كده، والعجوز كمان يكون مش متوقع قوه واي كيونج انها بالشكل ده. ونشوف واي كيونج وهو بيتعرض لاصابات من الشيخ الاول وبيقول لنفسه انا استخدمت معظم اللي تشيل اللي عندي لما كنت بقاتل اسياد فنون القتال من الطائفه، والشيخ الاول يكون مش مديله فرصه يستعيد قوته وعمال يهجم عليه. لكن نشوف هنا احد اعضاء العائله بيتصدى لهجوم الشيخ الاول وسيفه بيتحطم من الهجوم وبل بيصاب كمان، ويقول له الشيخ الاول انت عاوز تموت؟ يقول له انتم اللي خونه ولازم نتصدى لكم. ونشوف ان كل المسؤولين في العائله فهموا الخيانه وانقلاب الشيوخ على العائله وبداوا يتجمعوا ضدهم
كلهم، بل وفي منهم كمان اتقتل. ويهجموا على الشيوخ بالفعل، ويكون واي كيونج ومساعده متفاجئين من الانقلاب المفاجئ في الموازين ده، ويقول واي كيونج باعلى صوت اسمعوني، طائفة سيف جبل هنج هم أعداء العائلة، وكل ده اتخطط واتنفذ من زعيم الشيوخ، لازم نجمع نقاط قوتنا ونتصدى ليهم تاني. ونروح الناحية التانية لقتال تاي وزعيم الشيوخ، ونشوف تاي والمتوقع من الجنود بيحدفوا طين على زعيم الشيوخ. يقول زعيم الشيوخ لنفسه قتال بالطين، حتى الطوائف المظلمة اللي قتلتهم زمان ما كانوش بيقاتلوا بالدناءة دي. ويكون جنود عائلة جين بيحدفوا طين على زعيم الشيوخ من كل مكان، يتعصب جدا زعيم الشيوخ وبيكون هيقتلهم جميعا. وهيوكي يقول لهم يا أغبياء انتوا بتعملوا ايه؟ يقول زعيم الشيوخ لنفسه واضح ان في وسطهم حد عاقل، لكن هيوكي يقول لهم انتوا تعتقدوا ان الطين لوحده كفايه؟ اخلطوه بالطوب عشان يبقى مؤذي زياده، ويحدفها في وش زعيم الشيوخ. جدع ياض يا هيوك. وهنا كله يبقى مذهول لانهم عارفين ان زعيم الشيوخ هيقطعهم بسبب اللي حصل ده. ونشوفه وهو في قمه غضبه ويقول امل انك تكون مستعد للي هيحصل. وزعيم الشيوخ يبدا يهجم وطاي يطلب منهم التراجع، لكن زعيم الشيوخ ما يديهمش فرصه، وبهجمه واحده وفي لمح البصر يقضي على عدد منهم. وبيكون بيطارد هيوك، وهيوك مفعل السرعه القصوى ومفلق وبيقول ايها القائد، وبيستنجد بطاي. في اخر ثانيه قبل ما سيف زعيم الشيوخ يلمس هيوك يمسكه طاي ويزقه بعيد ويقف امام زعيم الشيوخ، ويهجم عليه زعيم الشيوخ، لكن طاي يتفاداها ويتصاب اصابه طفيفه. ويقول له زعيم الشيوخ انت هتقف امامي؟ انت مش خايف؟ يقول له طاي لو قلت لك اني خايف هتسيبني اعيش؟ لكن طاي ما يستناش اجابه ويفلق هو كمان. يهجم عليه زعيم الشيوخ تاني، لكن هنا يتدخل شخص ويصد هجوم سيف زعيم الشيوخ، ويكون الشخص ده هو واي كيونج، ويقول وهو موجه سيفه لزعيم الشيوخ انت ليه مصمم تقتل طاي؟ يتبسط جدا طاي ان اخوه لسه حي، ونشوف واي كيونج وخلفه كل المتبقي من جيش عائله جين واقفين في وش زعيم الشيوخ. يقول له الشيخ طالما انت واقف هنا يبقى، يقول له واي كيونج قتلت الشيخ التاني والتالت، والاول عصلك شويه لكن اتقتل في النهايه. يقول له زعيم الشيوخ انهم كانوا دايما بيقولوا انهم عاوزين يموتوا وهما بيقتلوا، وان التاريخ هيكتب عنهم. يقول له واي كيونج انه هيكتب عنهم انهم خونه. يقول له زعيم الشيوخ ان التاريخ ما بيكتبش الا عن الفائزين والمنتصرين، وخلونا نحدد ده دلوقتي. وبيستعد للقتال وسيفه يكون محب لتشي. يؤمر واي كيونج جنوده بالهجوم، ويكون عدد من الجنود بيهاجموا زعيم الشيوخ في نفس الوقت، لكن يطلع ضوء قوي من زعيم الشيوخ ويصيب الجنود بهجمات خفيه، لكن واي كيونج يتصدى له بسلاحه، وسلاح طاي يتحطم من الهجمات دي ويكون مش فاهم ايه اللي حصل، ويطلع انه كان ماسك بعض الحجاره في ايده ومن قوته بتبقى كأنها رصاصات. وفجاه يكمل زعيم الشيوخ الهجوم على باقي المقاتلين العائله جين وسط دهشه من واي كيونج، لكن واي كيونج ما يتحملش فقد المزيد من جنوده ويهجم على زعيم الشيوخ وسيوفهم تصطدم ببعض، ويستغل الزعيم انشغال واي كيونج بمقاتلته ويحدف طوبه على طاي، لكنه يتفاداها بشكل مضحك قبل ما تلمسه وتيجي في احد الجنود مكانه. يقول زعيم الشيوخ ان ده محرج جدا وان طاي يتفاداها بالشكل ده زي الحمار. ونشوف زعيم الشيوخ وهو بيقاتل واي كيونج والعديد من المقاتلين في نفس الوقت بدون عناء، يبقى طاي مصدوم جدا من قوته. واي كيونج الناحيه الثانيه بيقول لنفسه ان مفيش اي ثغره في اسلوب قتاله وانه كان خافي كل القوه دي، ويكون زعيم الشيوخ بيقتل اي حد يتدخل في قتاله مع واي كيونج. وهنا واي كيونج يقول هي دي الثغره ويهجم على زعيم الشيوخ. ويقول زعيم الشيوخ انت تعتقد انك هتكون، وهنا يجي طاي من خلفه ويقول له انا اسف ان استخدمت جسد مقاتل سقط. ونشوف واي كيونج وطاي وهما بيهجموا على زعيم الشيوخ من الامام والخلف في نفس الوقت، وبيستخدم طاي تقنيته ضربه واحده يحس زعيم الشيوخ بالخطر ويطلع قوته اللي كان مخبيها والارض تتحطم من تحته. بهجوم واحد من سيفه بيحطم سيف واي كيونج ويصيبه اصابات بالغه، وفي 3 صوابع بس بيوقف تقنيه طاي الاقوى، لكن بيكون طاي استخدم فيها كل طاقته. فبنشوف ان زعيم الشيوخ ضحى بايده عشان يوقف الهجوم. يقول زعيم الشيوخ واضح ان ال3 اخوات نضجوا، ويقول لواي كيونج انت مؤهل انك تقود مستقبل العائله في تايوان. ويقول طاي لنفسه هو فقد عقله مع ايده ولا ايه؟ لكن زعيم الشيوخ يكمل ويقول انت بتحصل على القوه لما تبدا تتجاهل علاقات النسب والدم، لما تفهم الحقيقه من الكلام هتحط اخواتك في الاعتبار. يقول واي كيونج انت عشان كده خنتنا، انت حصل لك ايه في الماضي؟ ونشوف ماضي واي كيونج وجد واي كيونج وهو بيقول له انت تعرف ايه عن جدك الاكبر؟ يقول له واي كيونج ما سمعتش عنه قبل كده ولا من والدي حتى. يقول له جده انه شخص قاسي مش مع اطفاله بس بل مع اخوه الوحيد كمان، كنا قريبين من بعض لكن بسبب الاختلاف في المعتقدات ابتعدنا عن بعض. وخلال الوقت ده بدات حرب الطائفه الكبرى، اتباع الفصيل الشيطاني قتلوا لينا بكامل قوتهم واعتمد مصير العالم على الحرب دي، وعشان كده عملنا تحالف مع الفصائل ال9 عشان ندافع عن نفسنا، وكل الطوائف اجتمعت تحت قياده عائله جين وفزنا في الحرب في وادي السماء الثامن. بيقول واي كيونج لزعيم الشيوخ قتال 300 امام ال3000 كان الفوز فيها اعجازي، بسبب العمل ده لقبك نصر الاوهام اتكتب في التاريخ. يتنهد زعيم الشيوخ ويقول هيه دنيا، لكن مع ذلك كان في كمين، وبسبب كده تم دفعنا للوادي. وكان في بالي حاجه واحده بس، ازاي كانوا قادرين على نصب كمين مسبقا؟ الشخص اللي كان المفروض يحمي مدخل الوادي كان اخي الاكبر، 8 مننا بس اللي نجوا من القتال. ولما عدنا للعائله مش قادر انسى بصه اخويا المتفاجئه على وشه. يتصدم واي كيونج ويقول له انت بتقول الحقيقه؟ يجاوب زعيم الشيوخ من الطبيعي ان العالم يتغير وان ياخد موقف بناء على شكوكي من اجل الحفاظ على حياتنا. 4 مننا وصلوا لمكاننا داخل مجموعه الشيوخ، وبقيتنا ذهبوا لبناء طوائفهم الخاصه من اجل الاستعداد لانتقامنا. يفهم هنا واي كيونج انه بيتكلم على قاده الطوائف ال5 لبوابات الشانشي. يقول له زعيم الشيوخ استنينا لعقود طويله. يقطع هنا طيب ويقول له انت بتقول اي كلام. يتصدم الكل حتى زعيم الشيوخ، يتعصب جدا ويقول له انت قلت ايه دلوقتي؟ يقول له طيب انا كنت بسمع كل اللي بتقوله، ولكن مين يهتم انك عملت كل ده للانتقام او حتى اي حاجه تانية؟ في النهايه هدفك واحد، كنت عاوز تتخلص من عائله جين وطائفه سيف جبل هنج بما انهم عقبه في طريقك.
وبعد كده عاوز تتحكم في مقاطعه شانشي لنفسك صح؟ يكون الشيخ متعصب ويكمل طاي كلامه كل ده حصل قبل 40 سنه، كام واحد من اللي خانوك لسه على قيد الحياه من الاساس؟ لازم يكون في حد للجنان اللي انت بتقوله. يقول له الشيخ انت وقح وما عندكش اخلاق. يقول له طيب بعد كل اللي انت عملته ما اعتقدش اني هعاملك باخلاق وادب. هنا يقول الشيخ فهمت، انا اي حاجه هقولها مش هتكون مهمه عندكم. ويمسك سيفه ويقول لطاي تعالى ويستعد للقتال. يقول طاي للجنود امسكوه ده بقى وحش مصاب فقط. ونشوف زعيم الشيوخ صامد امام هجمات الجنود وبيقضي عليهم لكنه بدا يتعب. يبدا طاي يهجم عليه معاهم لكنه يتجنبها في اخر لحظه ويا دوبك تصيبه اصابه خفيفه. يغضب هنا زعيم الشيوخ ويقول له انه واخده وقح ويكون نازل على طاي بالسيف، لكن في طعنه تجيله من الخلف توقفه مكانه. يقول زعيم الشيوخ انا نسيت انك موجود، اخويا هو اللي علمكم الهجوم من الخلف زي الجبناء. ويكون واي كيونج هو اللي هاجمه. يقول له واي كيونج انا هكون احمق لو تعمدت على القتال بشرف وعيلتي هتنتهي امامي، انا سيد العائله قبل ما اكون مقاتل فنون قتال. ويقع زعيم الشيوخ متاثر باصابته ويقول واي كيونج مفيش جدوى من مواصله القتال فقط استسلم. يقول له صحيح عندك حق لكن فات الاوان اني اتوقف. ونشوف شكله بدا يتحول ويفتكر هنا طاي ان ده نفس تحول جو بيل اللي بيخلص على طاقه الحياه عشان يدي مستخدمه قوه مهوله، ويبدا فعلا يطلع منه الطاقه المشؤومه ويكون مستهدف طاي. يحاول واي كيونج يوقفه لكن يتخطاه ويكمل ناحيه طاي، ويكون طاي لا حول له ولا قوه ويوجه سلاحه ناحيه العجوز ويقول انا مش عاوز اموت. وهنا فجاه حد يتدخل امام طاي وطاي يصيبه بسلاحه بالخطا، لكن الاهم ان الشخص ده يطعن الزعيم. ونشوف انه طلع بايك زعيم طائفه سيف جبل هنج، ويقول بايك عشان كده كان لازم تقضي عليا لما سنحت ليك الفرصه. ويفضل يضحك لكنه يقع ميت. ويطلع النظام لطاي ويقول له انت قضيت على لي تشون بايك من مستوى 75 ومستواك زاد لعده مستويات، وعشان الزياده دي جسدك هيتعافى بالكامل. ونشوف هاله بتحيط بطاي وبيشفى بالفعل والتشي عنده بيتجدد، والزعيم يكون بيحاول يقف تاني وبيتمالك نفسه، لكن طاي ما يدهوش وقت للتعافي ويهجم عليه بتقنيه الهجمه الواحده تاني ويصيبه بالفعل ويقضي عليه. ويكون الشيخ بيموت خلاص من هجوم طاي وساند على الحيطه، ويكون طاي بيعامله بوقاحه، لكن واي كيونج يقول له توقف عن اللي بتعمله مهما كان ده جده وخلاص بيموت. يقول زعيم الشيوخ لنفسه هو بيموت كان في ايام عندي نفس العلاقه اللي بينكم دي بيني وبين اخويا، ويموت في اللحظه دي. ويطلع النظام لطاي ويقول له انت قضيت على جين بايك يانج من مستوى 95 وحصلت على لقب تنين شانشين نائم واكتسبت كم هائل من المستويات وكم هائل من السمعه واكملت مهمه قتل خائن. ويصرخ هيوك باعلى صوت الشاب السيد الثالث جين تاي كيونج قتل زعيم الشيوخ. يحتفل جميع الجنود ويهتفوا ويكون الجنود الخونه في حاله من الخوف والصدمه ويستسلموا بعدها. ومن هنا نشوف المساعد وهو بيقول بالتفكير ان السيد الشاب الثالث اللي كان سيء السمعه هيحصل على كل الثناء ده، واضح ان من دلوقتي الموضوع هيبقى مثير جدا. يبص للشيخ الاول ويقول دلوقتي هتعمل ايه؟ يقول له انت تعتقد اني مصدق اللي بيتقال ده؟ يقول له المساعد لكن الكل بيقول ان زعيم الشيوخ مات. يقول له الشيخ الاول ده معناه ان موته لسه جزء من خطته العظيمه، ولو تعتقد ان السيد الشاب الثالث هو اللي قتل زعيم الشيوخ فانت احمق جدا. كون الشيخ الاول بيموت خلاص. يقول له المساعد لو تلقيت العلاج ممكن تعيش. يقول له لا خلاص انا اتكتب لي الموت دلوقتي وعاوزك تسمع كويس كل اللي هقوله. ويقول وهو بينزف من عينه احذروا من السماوات المظلمه. واضح ان دي طائفه مظلمه وهي اللي فيها الشخص الملثم وهي السبب لكل ده او مساعداهم يعني. ويحصل له اصابه داخليه ويقع ميت ويكون مات بسبب سم داخلي. ونشوف في مكان تاني شخص واضح انه مصاب من القتال وبيقول ايها الوغد مش انت السماوات المظلمه. ونشوف الشخص اللي يكون السبب في ده ويكون الشخص الملثم ويقول له الشخص الملثم هو ده اللي قدرتم عليه من 40 سنه لما كنتم على وشك القتل من الطائفه الشيطانيه، احنا ما انقذناكمش بس لكن اداكم فرصه للانتقام صحيح، ومع ذلك بص على النتيجه. يقول له الشخص المصاب ده كان بسبب انكم حطيتوا السموم الطفيليه في ادمغتنا واجبرتونا على فعل ده، انتوا اللي خططتوا لاستخدامنا للتحكم في مقاطعه شان تشي. يقول له الشخص الملثم في البدايه فعلا يقول له الشخص المصاب يبقى ايه هو السبب انكم استخدمتونا بالشكل ده؟ يقول له الشخص الملثم ممكن عشان شيء اهم، ويهجم عليه بتقنيه من ايده شبه كف اللهب بتاع جو بيل ويحدفه من فوق الجبل بالهجوم. ويمشي وهو بيسمع هتافات الجنود لطاي ويقول كم هذا مزعج، تنين شانشين النائم هو العنصر الوحيد اللي ما توقعناهوش وده شيء مش عاجبني، هل لازم اقتله دلوقتي؟ ويبص عليهم يلاقيهم بيحتفلوا بيه وواي كيونج شايله على كتفه وكلهم سعداء. يقول هسيب الموضوع ده اليوم تاني. ونشوف بعض الاشخاص في الحانه وفي واحد بيحكي لهم عن الحرب اللي حصلت ويقولوا له انجز وقول هنجيب لك زجاجه كحول. يقول لهم لا واحده بس مش كفايه على اللي هحكيه. هنا يخش شخص باين عليه اثار القتال وهدومه مهترئه وشكله قوي جدا ويحط عمله فضيه ويقول انا عاوز اسمع باقي القصه اجعلها بسيطه وصحيحه طبقا للحقائق. ونشوف الشخص ده وهو على حصانه وبيفتكر كلام الشخص اللي في الحانه اللي حكى له عن الحرب وانه قال له ان تنين شانشين نائم لعب الدور الاهم في الفوز ده، وده سبب ان طائفه سيف جبل هنج خلاص على وشك الاباده، وانه بيتسال ايه اللي هيحصل للطائفه بعد موت الزعيم وابنه قبلها. ويكون طول ما هو ماشي سامع اشاعات عن طاي ما حصلتش اساسا، ويكون الشخص ده مش مقتنع ان كل الشائعات دي عن طاي واضح انه يعرفه. وهنا يوصل لمنزل عائله جين ويوقفوا هيوك يقول له انا هيوك مساعد التنين شانشين نائم، قول لي انت مين وجاي هنا ليه؟ يبص له الشخص ده بغضب ويقول له اخرس وافتح الباب. ونشوف طاي وهو سعيد جدا انه وصل لمستوى 50 وسمعته وصلت ل 1180 نقطه وحصل على لقب جديد وهو تنين شانشين نائم، ويقول الموضوع كان يستحق اني خاطر بحياتي وقتل زعيم
الشيوخ، هو ازاي انا فزت عليه وهو مستواه 95؟ ويقف هنا ويقول لو كنا اتقاتلنا واحد ضد واحد انا ما كنتش هصمد دقيقه واحده امامه، ويقول انا ههدف ان اكون الاقوى في العالم ده وبعدين اعود للعالم الواقعي. فجاه يسمع دوشه على باب الاوضه بتاعته والباب يتحطم بعدها، ويكون الشخص اللي حطم الباب هو الشخص اللي شفناه من شويه وخلفه هيوك. يقول تاي لهيوك مين ده؟ هيوك يقول له انت مش عارف مين ده يا اخويا؟ يقول له تاي لا انت اللي تقول لي مين ده. ويقول له تاي لنفسه مع انه متسخ جدا لكن جسده واضح انه قوي وفنان دفاع عن النفس، ويكمل ويقول اكيد ده مقاتل احمق جاي قتلني بعد ما سمع عن انجازاتي. ويقوم ويستخدم تقنيه استشعار اللي تشي، ويلاحظ ان مستواه اعلى منه بكتير جدا فمش باين، ويشوف اسمه ويلاقيه جين مو كيونج، ويطلع اخوه التاني اللي واي كيونج حكى له عليه في المستشفى وقال له انه عبقري في فنون القتال ووصل لمستوى عالي في سن مبكر جدا، ويكون غايب من مده طويله وانه شخص لطيف لكن الناس بتسيء فهمه. ويقول له تاي طب احنا كنا مقربين؟ يفكر كده شويه واي كيونج ويقول له اعتقد نقدر نقول كده. ويقول لنفسه انه كان متوقع انه قدامه اسابيع عشان يوصل لانه كان في مكان بعيد لكنه عاد اول ما الحرب انتهت. يسلم عليه تاي ويقول له عدى وقت طويل، يمد ايده مو كيونج ويقول له نعم عدى وقت طويل فعلا. يقول له تاي انت كويس؟ يقول له مو كيونج كله كويس، لكن يا تاي انت بقيت تتكلم معايا بشكل وقح. ويمسكه من ايده ويحدفه بعيد، يعدل تاي نفسه في الهواء وينزل على قدمه ويقول له موك يونج اعتقد ان كنا قريبين مش كده؟ يقول له موك يونج طبعا امال قبضتي كانت قريبه من جسدك، وبيضحك وشكله هياكله علقه سخنه. واضح ان دي كانت علاقتهم، وواي كيونج كان بيضحك على تاي ويدي تاي تمام متحيه لقبضه موك يونج. ويقول مو واضح ان اخي الاصغر نام قليلا، وفجأة يتنقل أمامه في لحظة ويقول له أنت حتى بقيت بتعبث معي، ويلكمه في بطنه لكمة قوية جدا. يقول له مو وحشتك تقنية قبضة أخي الملتهبة؟ يهجم عليه تاي ويقول له إيه اسم التقنية العبيط ده؟ لكن مو يتجنبها ويهجم على تاي من خلفه ويكمل لكم فيه، وتاي ما يكونش قادر يعمل حاجة، لكن تاي يصد هجمة منهم ويكون بيتألم جدا ويندهش مو إن تاي قدر يصدها. يقول تاي لنفسه هو أقوى مني ولكن بما إني قادر على تحمل هجماته فهو مش هيتوقف. تاي يقول له أنت عاوز إيه؟ يقول له مو انا بحاول اصلح تكبر اخويا لان باين عليه مش خايف من السماوات. ويكون تاي متعصب منه جدا ويقول انا هستخدم النقاط المتاحه من النظام ويحط 10 نقط في الخفه. يقول مو مالك بتبص لي كده ليه؟ يقول له تاي ده وش الطبيعي. ويحاول مو يهجم على تاي لكن تاي يتجنب لكمته ويقول له تاي انا هلحق بقوتك، ويحط تاي 10 نقط تاني في الخفه. يهجم عليه مو تاني ويقول له لو اتحملت 15 دقيقه من هجماتي هبدا اكلمك باحترام واقول انك اخويا الكبير، ويهجم عليه. ويشوف تاي قبضه مو وهي في اتجاهه ويقول انا شايفها بوضوح وهتجنبها، لكن يلاقيها لزقت في وشه ويقول لنفسه واضح اني لازم احط 10 نقط تانيين في الخفه. ويقول مو لنفسه الشائعات اللي سمعتها هي اللي عصبتني، ازاي الاخ الثالث اللي كان مقضيها شرب ونسوان بقى فجاه فنان فنون قتال؟ ده مستحيل، عشان كده قلت اني لازم اضربه اليوم كله، ومع ذلك اتفادى بعض هجماتي. ويكون عمال يهاجم تاي وتاي بيحاول يتصدى ويتجنب، وفي لحظه يهجم تاي على مو لكن الهجوم يتصد. يقول تاي انت قلت انك مش هتقدر تتجنبها عشان كده صديتها صح؟ قلت لك اني هلحق بيك. يقول له مو انت عملت ايه؟ شربت اكسير اللي تشيل سماوي؟ يقول له تاي ليه هاخد شيء سيء زي ده؟ انت اللي فقدت عقلك. ويكون تاي استخدم 50 نقطه لحد دلوقتي، ويقول على اي حال عدت ال 15 دقيقه اللي قلت عليهم، فكده انا هبقى اخوك الاكبر صح يا هيوك؟ يقول هيوك وهو خايف اعتقد خلصوا. يبص له مو وهو غاضب جدا. يقول هيوك وهو مرعوب ممكن اكون مخطئ، مش متاكد. ونشوف موك يونج وهو غاضب والطاقه بتملا جسده. ساعتها تاي يخاف ويقول انا اسف يا اخي الاكبر، انا نلت بما فيه الكفايه. ويقول له مو لنكمل من حيث توقفنا ايها الشقي. ونشوف المنزل بينفجر من اللي حصل، واضح ان تاي تم القضاء عليه يا عيني. ويجي اعضاء العائله وواي كيونج ومساعد على صوت الانفجار، والمنزل يكون محطم تماما وتاي مصاب وفاقد وعيه. ويكون واي كيونج بيعيط على تاي وموك يونج يقول له ما تقلقش ما ماتش. يندهش واي كيونج ان مو رجع بالسلامه، ويقول مو ان احدهم ممكن يكون مات. ويطلع هيوك من تحت الحطام وهو مصاب في كل جسمه وبينزف، وزي ما بنقول ما ينوب المسلكات الا تقطيع هدومه. كان مالك انت ومال القصه دي يا ابني؟ يمشي مو ولا كأنه عمل حاجه ويقول ما اجمل طقس اليوم.